دي تجربتي مع الجامعه الامريكيه، وهقول لكم تجربتي مع الانجليش عموما، ازاي اتعلمت انجليش من الصفر. مش من الصفر بقى، لا، انا هقول لكم تجربتي مع الانجليش من تحت الصفر. خد حلاوه كالعاده يعني. ازيكم يا جماعه، اتمنى تكونوا بخير. الحلقه دي بصراحه يعني انا ما حبيتش اصور هنا زي كل مره، احنا هنا بنتكلم عن الكتب، فالحلقه دي مش ريليتد بالكتب قوي. احنا قلنا ان انا هتكلم عن تجربتي ان انا اتعلمت انجليش من الصفر حرفيا، مش ان انا مثلا كنت في مدارس انترناشونال او مدارس انجليش بتعلمني انجليش، لا خالص خالص يعني. فانا هقول لكم ازاي ابتديت وكل الصراعات كده اللي انا مريت بيها، وهقول لكم ازاي تحسنوا الانجليش. انا حاليا تقريبا شغلي كله بالانجليش. خليني اريح الناس اللي هتسال بعض الاسئله كده في الاول. انا ما اتعلمتش انجليش من صغري، لا خالص. انا ما كنت في مدارس مجانيه عادي، ما كنتش بحب الانجليش خالص، ولا كنت اتوقع ان انا عمري هشتغل بيه، ولا عمري اتوقع ان انا هيبقى ليا حاجه لها علاقه بالانجليش. ما كنتش بحبه، وحتى درجاتي فيه ما كانتش كويسه. ولكن انا لما دخلت اولى جامعه عرفت ان مفيش مكان هيقبلني بدون ان انا اكون بعرف اتكلم انجليش. فهبتدي ازاي؟ كانت البدايه الطبيعيه، دخلت يوتيوب، شفت البيزك، الحاجات العاديه. لو انت حابب تتكلم لغه مكان معين لازم تعرف الحاجات الاساسيه، الحروف، ازاي بيقولوا الناس صباح الخير، عايز اكل، عايز اشرب، الكلام العادي يعني. شفت فيديوز على اليوتيوب بالطريقه دي. بعد كده بتكلم مع الناس، قالوا لي انت لازم تروح مكان. كان في مكان معين في الوقت ده، بصراحه هو كان لسه بادئ، فرحت المكان ده. المكان ده كان كويس جدا، وكسر حاجز ان انا اتكلم انجليش قدام حد. ده كانت الميزه الوحيده فيه. عرفت من هناك شخص ساعدني جدا اسمه عدنان عنتر. الفيديو ده مش ممول او حد دافع لي فلوس عشان اقوله، ولكن هو له فضل ان انا اقول اسمه في مكان زي ده. قال لي يا علي، اي لغه انت عايز تتعلمها انت هتاخد 8 شهور، 8 شهور تمارس اللغه دي، سواء بقى خدت ال 8 شهور دول في سنه فهم 8 شهور، خدت ال 8 شهور دول في سنتين فهم نفس ال 8 شهور. هي النتيجه واحده، 1 زائد 1 يساوي 2. كده كده هتتعلم اللغه، بس هي مجرد وقت. لكن ما تستسلمش. فضلت في المكان ده شهرين، هو ساعدني بس ان انا اتكلم. المكان ده ما عمليش اكتر من كده، فعرفت المفاتيح اللي انا اقدر اتعلم بيها انجليش. بعد كده لقيت الناس بتتكلم بتقول ايه، الجامعه الامريكيه، شهاده الجامعه الامريكيه مهمه، شهاده الجامعه كطلبه الكليات، اللي ده مش حقيقي. شهاده الجامعه الامريكيه مهمه، شهاده الجامعه الامريكيه هتخليك تشتغل في شركات مش عارف ايه، وهتخليك تعمل ايه، وهتخليك تعمل ايه. قلت قشطه، اروح الجامعه الامريكيه اشوف النظام ايه. قررت ان انا اروح الجامعه الامريكيه. رحت عملت امتحان تقريبا دفعت فيه 150 200 جنيه. كنت في ليفل 4 5 حاجه زي كده. فقلت ماشي تمام. رحت اول شهر لقيت الانستراكتور اللي بيدرس لي اكن انا في درس في ثانوي، قاعد بيشرح بالعربي. الموضوع ما كانش كويس خالص خالص يعني. فضلت تاني شهر، تالت شهر، طب خلاص استنى بقى خد الشهاده وامشي، يمكن الشهاده دي تفيدك في حاجه. لكن انا ما استفدتش اي حاجه من المكان ده، اي حاجه. حتى الماتيريال ضعيفه جدا. اي سنتر بره بيبقى بيديك نفس الماتيريال او اللينكات الموجوده. فلا يعني ما تعملش كده، ما تروحش الاي يو سي. انت اللي تقدر تحسن اللغه بتاعتك. اللغه هي مش ماده هتذاكرها زي ثانوي كده، مش ماده هتذاكرها هتبقى فيها بكره كويس، لا. انت لازم تقعد مع نفسك، انت بتاخدها فور فن، هي حاجه ممتعه انت حابب تتعلمها. انا هقول لك ازاي تتعلم انجليش، وتبقى الحاجات اللي بتعملها افكتيف ان انت تبقى بتتكلم انجليش كويس. فخليك معايا بس، وانا هقول لك بوينتس كده هتسهلك الدنيا، وهتخلي عندك يعني صوره كده كامله ان انت تتعلم يعني، بس مش اكتر. لكن في البدايه اي لينك انا هتكلم عنه او اي تشانل انا هتكلم عنها هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن بوكس، او هسيب لكم صورته هنا. فعشان بس تبقى الدنيا واضحه من اول، ما تقلقش، انا هرتب لك الدنيا تحت في الديسكربشن بحيث ان الدنيا تبقى واضحه قدامك. انا ابتديت ازاي؟ ابتديت من خلال تشانل اسمها انجلش فور يو، مقسمين 30 فيديو لكل ليفل. اول حاجه البيجنرز والانترميديت والادفانس، الثلاثه كل واحد 30 فيديو. انت ممكن تسمع بس اول 30 فيديو هيفرقوا معاك جدا، بس الطريقه اللي انت تذاكر بيها ازاي بقى. اول حاجه انت عندك انجلش فور يو، تقريبا الحلقه ساعه، في الاخر هتلاقي في دقيقتين او 3 هم عاملينه. يعني ضمن الحاجات اللي هي كان عدنان بيقولها وقتها، لازم تحفظ الستوري دي، او لازم تحفظ الفيلم اللي في الاخر ده. وانا فعلا كنت بدخل على اليوتيوب واجيب السبتايتل بتاعته بالانجلش واحفظه، بحيث ان انت تقول الكلام من غير وعي. فانت من كتر التكرار الحاجه دي انت بتقولها بدون وعي. فانا كنت وصلت لمرحله ان انا باخد الفيديو ده بفضل اعيد وازيد اعيد وازيد، مثلا 30 مره في اليوم بعيد الدقيقتين دول، بسمع الفيديو كامل اللي هو الساعه مره واحده. بيكون ممل لكن في حاجات هتفيدك كتير، وهتلاقيهم هم كمان مقسمينهم توبكس كده، مواضيع
هتقدر انك انت تعرف الموضوع الاصلي بيتكلم عن ايه. لما تيجي كلمه تقف قدامك فانت بديهي هيبقى في كلام مش عارفه، في لينك كده هسيبه لك تحت، هو اوكسفورد ليرنرز ديكشنري. القاموس ده ممكن انت تستخدمه لو انت في كلمه مش عارف، بترانسليت الكلام تو انجلش، فانت هتحفظ معنى الجمله او معنى الكلمه بالانجلش بالاكزامبلز اللي عليها، وتكررها مره واثنين وثلاثه وتكتبها. خلينا نروح للحاجه رقم 2. بعد ما خلصنا انجلش فور يو هتروح listening في حاجه فادتني جدا جدا جدا. هو يوتيوبر وانستراكتور اسمه اي جي هوب، عمل حاجه هي اسمها باور انجلش. دي عباره عن مجموعه فويسات، توبكس فيها جرامر وايديومز وفيها فوكاب، فيها حاجات كتير قوي. هحاول اشوف لكم لينك درايف لباور انجلش هحطه لكم تحت في الديسكربشن بوكس. هتلاقي مثلا الفويس عباره من 5 أو 6 ل6 دقائق، فيه جرامر، فوكابس، ايديومز، كل جوانب اللغه مجمعها. كمان هتلاقي فيه PDF موجود فيها الجرامر، موجود فيها شورت ستوريز على الجرامرز دي، فيعني مجمع كل جوانب اللغه. دي اكتر حاجه فادتني، اللي هتنقل مستواك كده بسرعه جدا جدا يعني. ولو في انترفيو عندك اصلا، لو انت قدامك مثلا اسبوعين 3 عليه، لا حرفيا دي هتساعدك جدا، هتحسن اللغه عندك بطريقه ملحوظه. رقم 3، اعمل كل يوم ريكورد على الموبايل اتكلم فيه عن يومك، او اختار توبيك معين اتكلم عنه، بحيث ان انت تتكلم ولما تسمع الريكورد ده تشوف انت نفسك غلطت في ايه اللي مش لوجيك بالنسبه لك. اكتب التوبيك ده. حاجه جميله شفت ناس مؤخرا بتعملها، هي انهم بيكتبوا مذكراتهم اخر اليوم او مذكراتهم عموما بالانجلش، وده هيحسن اللغه عندك بطريقه جميله جدا. ففعلا يعني من الحاجات اللي انا اصلا ما جاتش في دماغي، رغم ان انا بكتب مذكراتي اصلا، ولكن النقطه دي بالذات هتفرق معاك جدا. لو كتبت مذكراتك بالانجلش وبتحكي يومك وتفاصيل يومك او المواقف الغريبه بتاعتك، هتلاقي الموضوع مختلف تماما. رقم 4 او 3 مش فاكر، خلي كل يوم ان انت تشوف الاخبار بالانجلش. حمل ابلكيشن على الموبايل، نيويورك تايمز، حمل واشنطن بوست، وادخل شوف اخبار كل يوم، اخبار العالم كل يوم، شوفها بالانجلش. لو عجبك مقال ولا حاجه اقراه بالانجلش، وده هيزود عندك الحصيله اللغويه بتاعتك. وطبعا هيبقى معاك نوت دايما، كل ما تلاقي كلمه جديده هتدخل على اوكسفورد ديكشنريز وهتكتب الكلمه الجديده بالاكزامبلز بتاعتها، وبعد كده في اخر اليوم تراجع كل ده. وكمان في ايام الاجازه او لو انت قاعد في البيت، فيه لينك هسيبه لكم تحت في الديسكربشن، هو على NPR واشنطن، هو اذاعه واشنطن، ممكن تشغلها طول ما انت قاعد، تشوف الحياه اليوميه عندهم عامله ازاي، تشوف الناس دي بتتكلم ازاي، كلام معين انت نفسك من كتر ما هتسمعه هتعرف تطلع لنفسك الغلط اللي انت بتعمله. يعني غصب عنك هتعرف ان انت لما تقول الجمله دي انت قايل فيها حاجه غلط، فانت هتركز للنقطه دي. هسيب لكم تحت في الديسكربشن كمان لينك فيه شورت ستوريز للاطفال. هي مش للاطفال اللي هم كده، لا، هو الناس اللي ما عندهاش حصيله لغويه ممكن تدخل تشوف الستوريز دي، هتلاقيها سهله وهتلاقي ان هي تفهمها، وبعد كده هتتدرج في القراءه للقصص دي. وكمان هسيب لكم لينك تحت فيه مقالات كتير جدا، هتختار منها مقال في الجانب اللي انت عايز تعرفه وتقراه. طالما انت حابب ان انت تقرا عن حاجه معينه، هيكون سهل جدا ان انت تتعلمه يعني، وهيكون سهل ان انت تعرف الكلمات اكتر. حابب اقول لكم حاجه كمان مهمه انا كنت بعملها. انا بحب الافلام زي ما انتم عارفين، اصلا احنا بنتكلم في القناه دي على افلام بالنسبه للناس اللي اول مره يعني. انا عشان بحب الافلام وبحب اتفرج عليها، فكنت باخد فيلم مثلا معين انا بحبه وبترجمه كله، باخده كله بسبتايتل انجلش، كل كلمه موجوده فيه بحفظها وبطلعها واحطها في جمل اللي هي موجوده في الفيلم، اراجعها بقى واتكلمها انا كتير. فاكر انا من الافلام فيلم جون ويك 1 و 2 و 3، انا عاملهم الثلاثه، كنت بقعد كده اذاكرهم. كنت مثلا ممكن اغيب اسبوع او 2 كل يوم بتفرج مثلا على ربع ساعه واترجمها بقى، اشوف الكلمه الجديده، اشوفه بيقولها بطريقه ازاي. انت لازم تبقى مبسوط وانت بتعمل ده. كمان باكد عليك كل الكلمات الجديده كل يوم في الكشكول بتاعك، هو تاخدها قبل النوم كده وتقراها وتحطها في جمل اللي انت قايلها، ولما خلاص تلاقي ان الجمله دي خلاص، اكتب انت جمله تانية على نفس الكلمه جديده قبل ما تنام. هقول لكم على مجموعه قنوات بحيث ان انت ما يبقاش عندك تشانلز كتير وتتوه فيهم. انا هقول لك على 4 أو 5 قنوات تفتحهم كل يوم تبص فيهم كده. اليوتيوب كنز فعلا، انت ممكن تتعلم من خلال اليوتيوب اي مكان، مش هيفيدك قد ما انت تكون انت عايز تستفاد. فخليني اقول لكم على مجموعه القنوات دي. اول قناه هي ريتشلز انجلش، انا هسيب لكم هنا الصور بتاعتهم وهسيبه لكم برده تحت في الديسكربشن بوكس. القناه دي فعلا هي بتعلم بطريقه لطيفه، انا كنت بحب ادخلها برده من وقت للتاني، كنت بحب طريقتها بصراحه جدا يعني. القناه الثانيه وهي قناه ليرن انجلش وذ تي في سيريز، القناه دي بتعمل حاجه مميزه جدا، وهي ان هي بتاخد الافلام والمسلسلات اللي هي مشهوره وبتاخد منهم الجرامر والايديومز وبتاخد منهم الفوكابس وبتحطهم كده في مقاطع بطريقه سلسه وسهله وجميله، ان انت تبقى
مستمتع وانت بتعملها، هي مش مذاكره، انت بتشوف مثلا هو قال ايه في الموقف، فهتحبوها جدا يعني لو دخلتها بس نص ساعه كل يوم. طبعا القناه الاقرب الى قلبي هي سبيك انجلش وذ فانيسا. انا كنت بحب طريقه فانيسا جدا، ويعني وما زلت بصراحه، يعني انا فاكر ان انا عامل لها سبسكرايب من وهي في اول 100,000 مثلا. بحب عفويتها جدا، فكنت مبسوط، كنت بتوه في القناه دي اوقات كتير يعني. وطبعا للناس اللي بتحب البريتش اكسنت، فيه تشانل اسمها اي تي جي انجلش. الشانل دي هو الانستراكتور اللي فيها هو بيتكلم بريتش اكسنت. كنت بحب بصراحه طريقته، مع ان انا مش بعرف انطق بريتش اكسنت كويس، بس انا كنت بحب اتفرج عليه من وقت للتاني يعني، وفي حاجات برضو كان بيساعدني فيها يعني. واخيرا هي قناه تيدك، انا اتوقع ان كل الناس اللي هتفرج عارفاها، هي والابلكيشن بتاعها. نزل اي حاجه فيهم، ادخل عليها على اليوتيوب وشوف المجال اللي انت حابب تعرف عنه، سواء عايز تعرف عن البيزنس، عن الساينس، اي حاجه انت حابب تعرف عنها. شوف الناس اللي هم شاطرين في المجال ده بيتكلموا عنه ازاي. اعمل من اليوتيوب سبتايتل انجلش، وشوف السبتايتل بالانجلش كده، اتفرج على الفيديو مرتين بالسبتايتل دي، وبعد كده اتفرج وذاوت سبتايتل وشوف نفسك هتفهم ايه. شوف الكلمات اللي بتقف قدامك. الطريقه دي يا جماعه هتفرق معاكم جدا والله، يعني انا كنت بحب اعملها، من الحاجات القريبه ليا جدا. بعد كده اخر حاجه هي 6 أو 7 مش فاكر. المواصلات احنا بنقضي تقريبا معظم وقتنا فيها، معظم وقتنا. انت لو ما استفدتش بالوقت ده، لو انت مش بتقرا فاسمع. فانت ممكن بقى يعني وانت في المواصلات تدون على الموبايل جوجل بودكاست، وتشوف البودكاست اللي انت حابب تسمعه او المجال اللي انت حابب تسمع عنه، تدون البودكاست دي من الواي فاي بتاعك وتشغلها بدون نت وانت ماشي في الطريق يعني. فهيبقى الموضوع سهل جدا للناس اللي معاها اندرويد، والناس اللي معاها اي او اس تدون جوجل بودكاست او البودكاست بتاع الايفون نفسه، فده هيحسن اللغه معاك جدا. اخيرا هحاول اجيب لكم مجموعه لينكات مع ناس سواء هم اصلا حابين يتعلموا انجلش او ناس هم اصلا بيتكلموا انجلش، فده هيفرق معاكم جدا لو سواء بتبراكتس معاهم او بتحاول ان انت تنمي اللغه معاهم، فهم هيساعدوك. فاتمنى بس ان انا الاقي اللينكات دي، لان انا كنت حافظها من زمان جدا عندي يعني. وكمان يعني لو ما لقيتش حد تعمل براكتس معاه، ممكن تقف قدام المرايه، انا شخصيا كنت بعمل كده، وتتكلم قدام المرايه وتعمل توبيك كده مع نفسك، ممكن تعمل ده وممكن تسجل فويس لنفسك. فدي كلها اساليب كتير يعني، ما تخليش الموضوع ده ان انت مش لاقي حد تبراكتس معاه يوقفك يعني. اتمنى بس تكون الحلقه دي عجبتكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتستنوني الحلقه اللي جايه. سلام.